الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت كنتي في بيروت؟ انا كنت في بيروت. سمعت ليكي كده مداخلة وركزت، يعني لقيتك بتقولي ان بيروت عاصمة الحداثة في الوطن العربي. فيها حركة قوية، عايزة مصر ترجع لورا. في حاجة كده ولا أنا ما فهمتش؟ لا، هي مش حركة قوية، هي فيها إعلانات وملصقات. أنت عارفة الحكومة اللبنانية مع مصر ومع الموقف المصري واختيار الشعب المصري والجيش المصري، يعني أعلنت ذلك مرارا. ولكن هناك ملصقات في شوارع بيروت، في 5 أماكن هامة: جامعة بيروت، كورنيش المزرعة، جسر سليم إسلام، مناطق كبيرة في بيروت، شارع الفردان. كل دي فيها ملصقات رابعة بصوابع رابعة ببيان جنبها باللون الأصفر؟ لا، مش باللون الاصفر، بس بالصوابع، وبكلام مكتوب جنبها انه رابعه ستبقى جبهه الصمود لان هناك مئات قتلوا في رابعه، وان قوى الشر هي من قامت بهذا الانقلاب. فمش عارفه قوى الشر يقصدوا الجيش ام يقصدوا الشعب ام يقصدوا الحكومه ام هم الثلاثه مع بعض. دي هي الصور فعلا؟ هي دي الصور. وغدت رابعة رمزا للصمود. تفتكري ليه اختاروا بيروت علشان يحطوا ده؟ يعني لان هناك الجماعه الاسلاميه، في النائب عماد الحوت هو عضو الجماعه الاسلاميه، وهو عضو ناشط في البرلمان وعضو في التنظيم الدولي، وهو ده اللي الناس كتير قوي ما تعرفوش. هو عضو في التنظيم الدولي الاخواني. الحوت عضو في التنظيم الدولي الاخواني. ولو تفتكري انتوا قلتوا اسمه لما كنتوا بتقروا ال8 ورقات بتوع اجتماع لاهور اسطنبول. هتلاقي ان عماد الحوت مدير مركز التدريب التقني في بيروت اللي بيدرس استراتيجيه الاخوان، هجوم الاخوان على الحكومه المصريه، اللي فيه حرق الكنائس وفيه الهجوم والتظاهر في الجامعات اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ده بيقوم بيه مركز اسمه مركز الدراسات والتدريب التقني موجود في بيروت، وهذا المركز هو واخد فلوس زياده السنه دي عشان يعمل استراتيجيه الاخوان في استرداد الحكم. انت كده بتحطي عينينا على حاجه مهمه قوي ما كناش منتبهين ليها، لان المفترض انه صحافتنا قالت انه تم رصد 15 مليون لملصقات ودعايه ومواد دعائيه استعدادا ليوم 4/11. ففيما يبدو انه جزء من ادوات التنظيم الدولي ليها علاقه بالاعلام وبالميديا كامبين. طبعا لازم تعملي قوه ضغط، تعملي حشد راي عام. فبالتالي انت لما تحطي في بيروت كده، وهي دوله المفروض حكومتها معاكي وموقفها معاكي مش ضدك، ما هياش تركيا يعني، فانك تلاقي ده في الشوارع، وتلاقي عماد الحوت بيقدم مذكره سريه في البرلمان بيطالب فيها اعضاء البرلمان اللبناني بانهم يحشدوا الراي العام ضد الجيش المصري والشعب المصري والحكومه المصريه. فطبعا لولا ان البرلمانيين كانوا كثيرا من الاحترام منهم، مجموعه كبيره منهم رفضت هذا البيان وقالت له مش هنتعاون معاكم في ده، واحنا نحترم الجيش المصري اللي بيدافع عن العرب ونحترم الشعب المصري في اختياراته، ودي اكبر دوله عربيه. ولكن للاسف ان الاعلانات اللي احنا شفناها دي موجوده من يوم 18 اغسطس، اي بعد فض رابعه ب4 ايام.